هو الفيلم احداثه خلال 3 ايام في عيلة بيحصل فيها حالة وفاة، فاحنا بنشوف العيلة دي كلها بتتجمع في بيت العيلة في اسكندرية، وبنشوف الداينامكس ما بينهم خلال ال3 ايام دول. عيلتي يعني يعني هم عيلتي بس مش بالظبط، يعني انا مش ناقلاهم حرفيا. بفكر طول الوقت ان انا عايزه اعمل عنها حاجه. كان زمان عندي فكره فيلم قصير عن عزا وكده، وبعدين ما عملتوش. فضل عندي الموضوع وانا اصلا من 10 سنين كتبت فكره الفيلم ده في باراجراف كده، وفضلت ركناها فتره طويله قوي. ورحت بقى عملت سابع جار، وبعدين عملت سعاد، وبعدين بقى بعد سعاد انا قابلت احمد بدوي اللي هو المنتج. فكان هو حب سعاد قوي وابتدينا نتكلم، فقال لي طب انت عندك حاجه تانية عايز تعمليها؟ فحكيت له عن الفيلم، فقال لي طب ده فكره حلوه قوي وانا احب اعملها. فالمشروع مشي بقى، اللي هو بقى فيه بقى اشتغلت بقى مع رؤوف واسلام وكملنا كتابه. بصي تشالنج الكتابه كان ان احنا عندنا شخصيات كتيره قوي. يعني اسلام كان بيتلخبط وهو شغال معانا، يعني احنا عندنا 16 شخصيه رئيسيه، فالموضوع كان يعني مش بسيط. فكان فكره ان احنا بدانا في الاول بس بنعمل كاركتر بروفايلز، وابتدينا بقى نشوف ازاي هنحكي الفيلم بالشخصيات دي كلها. وكان تشالنجينج برضه في التصوير ان انت في الاخر معاكي شخصيات كتير قوي طول الوقت، يعني يعني مش بتصوري مشهد مع 2 وبعدين لا، احنا طول الوقت معانا 16. لا انا بحبهم كلهم، يعني في حاجات كتير، بس انا بصراحه يعني في شخصيتين بحبهم قوي، نبيله وعزه اللي هم سوسن بدر وهبه يسري. في حاجه فيهم بتضحكني جدا. بصي انا عموما بشوف ان الفن ده حاجه مشتبكه مع الواقع، فهو ما فيش حاجه اسمها ان انت بتعملي ارت ومالكيش دعوه باللي بيحصل حواليكي، لان انت طالما في حاجه بتحصل حواليكي فانت بتتاثري وبتتفاعلي، وبالتالي whatever اللي انت بتعمليه هو متاثر بده. السينما الفلسطينيه فيها افلام كتير قوي مهمه، واعتقد ان في مخرجين مهمين قوي زي إلياس سليمان مثلا، اللي هو يعني هو عامل اوريدي اتشيفمنتس سينماتيكلي قبل اي حاجه. فهي فكره ان هم كانوا قادرين ان هم يكيبوا ان هم يعملوا افلام فلسطينيه وافلام مهمه وبتروح اماكن مهمه وبتاخد جوائز مهمه. يعني دي حاجه بصراحه يعني ملهمه جدا، وانا حاسه ان هم كانوا بياخدوها بشكل كده نضالي اكتر، حاجه وجوديه، يعني ان هم عشان يبقوا ان هم يقدروا يعملوا افلام فهم موجودين. اناتومي اوف فول الفيلم الفرنساوي، هو فيلم واخد البالم دور اصلا، بس هو فيلم عظيم يعني. ايكواليتي كل حاجه، في الفلوس وفي الفرص وفي كل حاجه. هي المفروض تبقى مبسوطه قوي. انا عملت لها حققت لها كل احلامها. فيعني انا حاسه ان انا حققت احلامها الحقيقه.